أتصور أنه يعني مهما كانت الظروف الهلال يظل هو الهلال وبأي عدد من اللاعبين. مثل هذه البطولة هي بطولة هامة، والفريق الهلالي يعني شارك فيها عدة مرات، وبالتالي الخبرة موجودة، القدرة على التعامل مع مثل هذه المباريات موجودة. الفريق الغرافة فريق قوي والجميع يحترمه، ونتمنى إن شاء الله أن يوفق الفريق في تقديم أداء جيد وحق نتيجة إيجابية بإذن الله. فقدنا كذا عنصر يعني مهم بالخارطة الهلالية، ولكن زي ما قلت وسبق ان الهلال ما يعتمد على لاعب معين، الموجودين فيهم الخير والبركه، واحنا جينا لقطر ما يعني اتينا للنزهه، اتينا ان شاء الله لحصد النقاط والرجوع ان شاء الله سالمين لديارنا. يعني المرحله هذه يعتبرها يعني مرحله يعني منعطف خطر. الغرافه يعني اتمنى انه ما يصحح اوضاعه على حسابنا. صحيح انهم قالوا مدرب واتوا بمدرب برازيلي، ولكن هذا ما يعنينا. احنا ان شاء الله يعني نبذل قصارى جهدنا في الملعب باذن الله، لكن نتوج انفسنا ان شاء الله بالنتيجه الايجابيه. يعني تعودنا نحن في نادي الهلال دائما النقص ان شاء الله يولد قوه، الشباب فيهم الخير بركه، وان شاء الله باذن الله ان المباراه زي ما ذكرت تكون. استغل وجودك قبل قرب المباراه. اسم عيسى الايام اللي فاتت تداول كثير انه عيسى متضايق انه ما يلعب اساسي، وانه عيسى يبغى، وعيسى بعيد عن اداره النادي ويحاول يبعد عن النادي ويحاول يبحث عن فرصه. نبغى نسمع من عيسى. والله ما بالعكس، ما في، تعرف هذه اجتهادات صحفيه ودائما الكلام يكثر يعني حول هالموضوع هذا. بالعكس ما في اي شيء، وانا مستمر مع نادي الهلال حتى نهايه عقدي، والله يقدم لي فيه الخير ان شاء الله. مرتاح؟ اكيد.